تشتري مني دول؟ بصراحة ربنا أنا عندي هنا بزيادة. انا بس ببيعهم حتى لو هتاخدهم باي سعر. أنا لو محتاجهم مش هقول لك لا. طبعا ممكن تعرف سعرهم عادي يعني. عادي أنت يعني بتبيعهم ليه بس محتاجهم يعني مش محتاج تمنهم ولا حاجة في إيه بالظبط مش. بص انا ببيعهم عشان ابني محتاج علاج، دول اصلا كانوا عندي مش عايزهم. لا يا حبيب قلبي طالما كده ما تحت أمري. الله يخليك. لا يا حبيب قلبي هم عندي عامة أنا عندي هنا بس هاخدهم منك بس عشان ظروف. الله يخليك يا حاج، انا الواحدة ب 10 جنيه، انا على فكرة ما لا بشحتش. عامة أنا بص عشان ما أضحكش عليك الواحدة أنا بجيبها ب 15. طب خلاص انا ماشي انا باخدها فاللي انت عايز لا فاللي انت 10 لا جنيه يا حبيبي وخلاص. لا بص هقول لك حاجه يا حبيبي عشان ما اضحكش عليك. انا ما بستغلش ظروف. انا زي ما بجيبها من بره ايوه هاخدها منك بصلح حال. مش هقول لك لا. فاهم بقى، انا بس والله ببيعهم عشان ابني بس محتاج لا علاج. يا حبيب قلبي اللي انت عايزه يا حبيب لا. قلبي معلش لا ظروفك يا حبيبي ايه يعني دلوقتي عادي لو هتاخدها ب 10 جنيه انا كده كده لا ب 10 جنيه ما ينفعش. فاهم. بص هقول لك انا هقول لك انا برضه عشان ما بستغلش ظروف ايه ما بحبش ان انا استغل ظروفك انت والكلام ده كله وايه واخدها اقل من ثمنها. انا زي ما بجيبها من بره هديها لك. بصلح حالك يا حاج، انا مش عارف اقول لك ايه والله. طب لا يا بتجيبها من حبيب بره قلبي بكام؟ لا بتجيبها من بره بكام؟ انا بجيبها من بره ب 15. طب انا ببيعها ب 10 عشان لا يا تكسب حبيبي فيها. ليه طب وليه؟ عشان تكسب فيها. اصل انا مش ما بتاجرش انا بستعملهم. ايوه فاهم. ماشي يعني كده يعتبر استغلال معلش. ايوه فاهم. كده يعتبر استغلال بس مش استغلال حاجه، انا جاي بقول لك انا ببيعهم ب 10 يعني. طب وليه؟ وانت بتخسر فيها يا حبيب قلبي؟ هو انا اصلا ما بتاجرش فيهم. ما انا عارف ان انت ما بتتاجرش فيهم. ايوه لظروفك. انا استغل ظروفك ليه؟ اصل انا مش عارف اقول لك والله، انا محرج منك. لا يا حبيب قلبي لا يا حبيب قلبي الاثنين همك ال 30 جنيه هم حبيب قلبي. وبعدين في حاجه كمان يا حبيب قلبي معلش في الكلمه. انت دلوقتي عشان ظروفك ماشي طيب من عندني ها ايوه مع من عندني بزياده. لا كده كون جاي عليك، انا ببيع الواحده لا مش جاي عليا يا حبيب قلبي. لا انا برضه اصلا برضه اشتغل وبكسب فيهم. اصل ال 50 جنيه دي برضه ما انت هتشتغل مش عشان اسمعني انا مش عمليه ال 50 جنيه مش ال 50 جنيه. انا بقول لك انا علشان ظروف يعني انت بتبيعهم عشان ظروف. انا فاهم ماشي بس مش عشان ظروف اجي عليك. لا يا حبيب قلبي لو عارف انك هتيجي عليا مش هتكلم. يعني انت هتديهاني وهتكون مسامحني يا حاج؟ يا عم انا لو ما كنتش مسامح ما كنتش اديتها لك. سيد يا حاج انت حاج زي العسل. لا يا حبيب قلبي لا ربنا يصلح حالنا وحالك يا حبيب قلبي. وبعدين أنا برضه مش هخسر فيه لان اصلا زي يعني ايه هقول سندوتش جبت كوبايه شاي شربتها الكلام ده كله مش هتفرق. اهم حاجه بس ظروفك انت بس يا حبيب. تسمع حضرتك ايه؟ يا ممدوح يا حبيب قلبي. طب انا عايز اقول لك على حاجه يا حاج محمد. امرني يا حبيب قلبي. احنا كل ده في برنامج. شايف الشنطه اللي انا لابسها دي؟ ايوه انا كل ده بصور على فكره. لا تحت امرك يا حبيب قلبي. 50 جنيه دي؟ لا يا حبيب قلبي لو حاج زي العسل والله. لو يلزم والله يا حبيب قلبي. الله يخليك. والله لو يلزم ما تحرمش منك، احنا بنشوف. بص يا حبيب قلبي يعني في حاجه عايز افهمها لك من البدايه خالص. فاهم. انا ببص للي قدامي ماشي. الظروف ما بستغلش انا الظروف واخد حاجه اقل من ثمنها. انا طالما بجيبها كذا بجيبها ايه بجيب وما فيش حد ذاكر الايام دي. الناحيه الثانيه يا حبيبي انت بتقول لي عشان ظروف فاهم. يبقى ما استغلش الظروف. ما جاز انت محتاج اكتر من كده. سعد والله حاج. ماشي انت بتقول لي هتجيب علاج فما اقدرش ان انا ايه يعني ابخس بالحاجه. انت نموذج وربنا ان مصر فيها خير. لا يا حبيب قلبي ربنا يستر علينا كلنا يا حبيب قلبي. طب انا عايزك تقول عنوانك للناس عشان الناس اللي عندي تحب تيجي تشتري من عند ناس طيبه اللي زيك كده. لا يا حبيب قلبي انا تحت امرك يا حبيب قلبي. ممدوح في شارع الاتوبيس. شارع الاتوبيس. طب في رقم تليفون ليك؟ في رقم تليفون. طب ممكن تقوله؟ 0100 75 31 069. طب اهم حاجه انت موافق كل اللي احنا صورناه ده نذيعه؟ يا حبيب قلبي زيع يا حبيب قلبي.